معلومة على الماشي، على سيرة خصخصة المشافي. أنا حاطط آزات على رجلي عم نيمه. على سيرة خصخصة المشافي، بزماناته قبل الثورة كان إذا واحد لقى شغل السوري، إذا لقى شغل بلبنان، المواطن السوري العادي يعني المواطن الطبيعي، المواطن الحقيقي، إذا لقى شغل بلبنان بيكون يعني انفتحت له طاقة الفرج، ليلة القدر. إيه بقى الحداد، تعرفوا الحداد اللي بيلحم الحام كهرباء وبيقص بالصاروخ وبساي باب وشباك وكذا هيك شغلات. إيه هذا الحداد كان إذا عم يشتغل بلبنان وفاتت رايشة بعينه، الرايشة هي أنت وعم تقص مثلا بالشلة تبع الحديد أو بالصاروخ الجرخ، عم تقص أو عم تجلخ أو شيء، بتطير شقفة حديد وبتضرب بالعين. أحيانا بتضرب وبتطلع، وأحيانا بتضل علقانة جوا، بقى مزعجة ووجع وكذا يعني. حتى ضربت وطلعت أو ضلت مزعجة، بس إذا ضلت مزعجة أكثر بدها إيم يعني. فشو بنساوي لما بصير مع واحد منا هي الشغلة؟ بنجيب ورقة هيك بنلفها وبنفتح له عينه هيك وبنقم له اياها لهي الرايشة. بس احيانا ما بنقدر، بتكون علقانة بقرنة يعني صعبة ما بتنقام. الله اكبر الله اكبر على يدين المغرب. فبصير الواحد بده يروح على المشفى مشان يقيموا له اياها بالمشفى، بيخدروها لعينه وبيقيموا له الرايشة. تمام. فكان السوري يلي عم يشتغل بلبنان اذا فاتت رايشة بعينه وما قدر يقيمها، بينزل على سوريا على مشفى المجتهد، بيقيم الرايشة وبيرجع على لبنان ارخص من انه يقيم الرايشة بلبنان. تخيلوا انه بينزل من لبنان لسوريا على المشفى بيقيم الرايشة مجانا وبيرجع على لبنان ارخص، ما بتكلفه نفس تكلفة اذا بده يقيم الرايشة بلبنان. بس هيك حبيت يعني احكي لكم هالقصة الزغنوطة. والسلام عليكم.